اليوم 24 من نوفمبر 2024 شهد النادي الأهلي المصري عدة تطورات وأخبار مهمة. 1. استعدادات الفريق. استأنف الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بقيادة المدرب مارسيل كولر، وذلك للتحضير لمواجهة فريق ستاد أبيجان الإيفواري يوم 26 من نوفمبر ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. المباراة ستقام على استاد القاهرة الدولي. 2. الأزمة مع الاتحاد السكندري. أثارت مباراة الأهلي الأخيرة مع الاتحاد السكندري جدلا بسبب أحداث المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، حيث تم استبعاد مراقب المباراة من البطولات التي تنظمها رابطة الأندية. 3. تعديلات التشكيلة. يتوقع أن يجري كولر تغييرات في التشكيلة الأساسية للمباراة القادمة، مع مشاركة لاعبين مثل طاهر محمد طاهر بشكل أساسي، وسط غياب وسام أبو علي بسبب الإصابة. 4. البطولات المقبلة. الأهلي يدخل هذه الفترة بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لنصف نهائي كأس القارات للأندية، ويسعى للمنافسة بقوة في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري الممتاز.